السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. المهم حاولت باش نرجع ان شاء الله لليوتيوب ونبدا نحط فيديوهات قصيرين وغوسيت يكونوا خفاف ظراف. ونتمنى الفيديو تعجبكم، ما تنساوليش من الدعم ديالكم باش نزيد لقدام، باش نزيد نحط لكم يوميا. المهم كما شفتوا هذا النهار قلت غندير اكله سهله اللي كتعجب الدراري كاملين، كتعجبهم هذه الاكله وسهله في نفس الوقت. كما كتشوفوا هنا عندي صدر ديال الدجاج اللي شديته قطعته طروفه صغيورين، حيت دوفا شي مره كيكون شي خطوطه في البيض وداكشي في صدر ديال الدجاج، حاولوا تزولوهم باش كتبقى غير الحمار طيطبه. المهم كما كتشوفوا درت اللحم ودرت عليه سميتو، درت هذا الزيت واللحم والملحه. المهم وكنبقى نخلط والبوطه تكون مجهده باش الدجاج ما يطلق لياش الماء. ضروري ملي كنكونوا كنديروا صوتي شي حاجه ضروري خص البوطه تكون مجهده باش ديك الحاجه ما كتطلقش الماء كما كانت. المهم كما شفتوا هنا الدجاج راه بدا كيتحمر، وريت لكم الطريقه اللي بدا كيتحمر. ولا شفتوا بان نشف وهو مازال ما محمرش كتزيدوا شويه د الزيت. الا شفتوا بان راه غيتحرق لكم هو مازال خضر زيدوا له شويه د الزيت ولكن بالبوطه مجهده. وهنا كنزيد عليه الشامبينيون من بعد ما تحمر ليا الدجاج كما شفتوا عطى اللوين ديالو ذهبي. وكنزيد الشامبينيون اختياري، اللي عنده يديرو اللي ما عندوش ماشي ضروري. المهم انا عندي بغيت نديرو. كما كتشوفوا دابا ما غنبقى كنصوتي هكا في المقله اني بلا ما بلا والو، داكشي كيطيب غير في شويه الزيت كما تكون في الاول وصافي. دغيا اكثر يا الشامبينيون دغيا كيطيح، يعني دغيا كيطيب. ممكن نبقى كنحرك كما قلت لكم ساهله ودغيا كتوجد، يعني حتى يجيكم كاع الجوع ونوضوا طيبوها. هنا باش غنرد الروز درت معلقه ديال الزبده بحال هكا. بغيتو ديروا الروز بغيتو ديروا لي باط اللي عجبكم نتوما، لكم الاختيار. يعني الصراحه بجوج كيجيو زوينين. المهم بعد ما درت معلقه ديال الزيت والطاوه عندي سخيخنا، يعني دغيا ديك المعلقه ديال ماشي ديال الزيت ديال الزبده ديال الزبده وغدوب. المهم انا الطريقه هذه كنديرها باش ديما الروز كيكون فيه واحد اللذه ديال الزبده وديال التشحيره كيكون زوين. الا تدينا غير الروز ورميناه في الماء ديريكت بحال كيجي شويه باسل. المهم درت ليها الزبده كما شفتوا والملحه وكنشحروا. ودابا المهم ما نساوش المقله ديالنا حيت البوطه ديالها مجهده ما نساوهاش. المهم كما كتشوفوا كنحركها مره. ودابا كنديروا لا كريم ديالنا ليكيد كما كتشوفوا، حيت كنصور بواحد اليد وكنخدم بيد اخرى. هذاك الشيء علاش كنقطع بزاف باش كنعاون بيد اخرى. مازال ما شريتش هذاك باش كنحط التليفون ديالي باش نقدر نصور ترونكيل. المهم كما كتشوفوا كديروا لا كريم على حسب شحال من الناس اللي كاينين. تقدروا ديروا حتى داك الليطرو كامل. المهم انا ما غير الدراري ما درتوش كامل، درت غير النص كافيني. كما كتشوفوا طريقه سهله، وكتحاولوا تحركوا المقله مزيان باش داك الليدام ديال الدجاج اللي سقنينا في المقله هو اللي كيدير لنا لاصوص كتجي غزاله وكتجي لذيذه. هذاك الليدام كيلصق في المقله، يعني خصنا نحاولوا نكرطوا داك الليدام كيكون في المقله ديال الدجاج كما كتشوفوا. يعني من بعد ما درت غير نص ديال لاكريم كنزيد شويه د الحليب باش كيهرس ليا داك الزفوريه ديال لاكريم كما كتشوفوا بحال هكا. وغنخليها طيب على خاطرها. ودابا كنرجعوا الروز، شفتوا كيتلصق، تحسوا به في الطاوه كيتلصق بحال هكا. يعني شرب داك الماء باش غسلناه وشرب ديك الزبده اللي درنا. ودابا كنزيدوا الماء كنغطيوه بالماء كامل. اي كميه درتوها غطيوها بالماء، غطيوها غير غطيوها ماشي يكون الماء زايد، غطيوها. حيت كاين بزاف انواع د الروز. كاين واحد الروز كيشرب بزاف، كاين واحد الروز ما غاديش يشرب لكم الماء. المهم ديروا غطيوه غير شويه هكا من الفوق كما شفتوا وخليوه. الا شرب لكم الماء زيدوا ماء اخر، ما شربش لكم غيجيكم زوين هكا. المهم دابا كنرجعوا للدجاج ديالنا، كنقصوا عليها البوطه. ملي كنديروا لا كريم كنقصوا عليها البوطه وكنخليوها طيب على خاطرها. ودابا العطريه، نتوما العطريه ديروا اي طريقه تعجبكم. انا كنفضل بحال دابا درت شويه د البزار كما شفتوا، وغندير تحميره حتى هي.
اي عطريه كتفضلوها ديروها كل واحد والكو ديالو. ودابا غندير شويه الخرقوم. انا شويه كثرته هاد المره حيت عندك الخرقوم ديال الدار يعني مسقم في الدار كيطلق بزاف، وكثرته شويه يعني كان عليا ندير غير شويه، ولكن جا غزال. لا كريم ضروري خصكم ديروا لها العطريه ديالها باش كتجي لذيذه صراحه. المهم غنخليه بحال هكا، وباش ما ننساش ما تنساوش الملحه، ذوقوا الملحه. الحاجه ملي كطيب بالملحه كتجي لذيذه، الحاجه ملي كتبقى حتى للتاليات كتزيدوا ليها الملحه كتجي باسله. الحاجه طيب الملحه ديالها، والخصوص هاد الكريم هكا والدجاج كيعجبها تجيب الملحه نيشه، يعني ما تكونش ما طايباش بلا ملحه. المهم غنبقى نخلط هكا وغنقص عليها البوطه وغنخليها طيب على خطرها حتى يطيب لينا الروز. ملي غيطيب لنا الروز غتكون هي طابت، كيجيو قد داكشي اللي قلت لكم من تبغيو تاكلوا عاد تقدروا توجدوها. كما كتشوفوا نخليها بحال هكا طيب حتى كتولي بحال هكا. شفتوا يعني نقصت، شوف كي كانت الفوق، يعني كنت واحد اللي كنصور واحد اللي كنوريكم ما كانش كتصور واضح مزيان، ولكن راه باين كما كتشوفوا لاصوص كانت الفوق وهبطت، يعني طابت مزيان لا كريم باش ما تبقى لناش ريحه لا كريم مجهده كنكونوا كناكلوا. وكتقصح لينا ما كنشتو ما بقاتش ليكيد بحال اللي كانت في الاول. خليوها طيب على خطرها. ودابا كنرجعوا الروز حتى هو كما كتشوفوا كتخليوه حتى كينشف، حتى كيبدا يتلصق لكم في الطاوه بحال هكا. وطيب بالزبده وسميتو الزبده والملحه صراحه فيه المذاق يا سلام. المهم انا ديال القاعده اللي كندير ديما ضروري كنشحروا شويه، عاد كندير ما عمرني ما درتو ديريكت. ودابا ضروري شويه ديال التزيين باش كيجينا الطباسل ديالنا زوين كما كتشوفوا. المهم بغيتو ديروا هاد القضيه هكا، بغيتوش ديروه عادي كتحطوا الروز ديالكم وكتقدموا يعني حاجه عاديه. ولكن هاد الاكله هذه يعني كتجيكم نتوما بسيطه ولكن لذيذه صراحه لذيذه، وكدا حتى في ريستورون كبار، ماشي زعما غير حنا هزيناها بغينا نديروها في الدار هكا طافطه، يعني كدا حتى في ريستورون كبار وكتكون حتى يعني حتى كتخلصها غالي ماشي تا رخيص. وحنا نقدروا نديروها في الدار ديالنا وسهله عارفين شنو كناكلوا. ممكن ما كتشوفوا بغيتو تزيدوا تخليوها شويه ليكيد، بغيتو تخليوها لاصوص تكون شويه قاصحه اللي عجبكم. المهم انا الدراري ما كيبغوش بزاف لاصوص، داكشي خليتها شربت مزيان باش كتجي بحال هكا. المهم نتمنى هذا الفيديو الصراحه يعجبكم، وكما قلت لكم في الاول عاونوني بالدعم ديالكم والبارطاج، وما ان شاء الله الجديد القدام. وكنقول لكم شكرا حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.